فانت اللي ينزل لك كله وخلاص، يعني ما تقولش بقى انا عايز كذا وعايز كذا، استنى بقى. في ايه يا عم؟ في ايه؟ ما تقول لي ان في اكل بالراحه. انت مش غريب بقى، مش محتاج عزومه. اول ما الدليفري رن النور قطع على طول. منور يا حاج عجه. من سنه تقريبا رحت المطعم وجربت حجوجه، وبصراحه معظم الحاجات عجبتني، فبعد سنه عايزين نشوف حجوجه لسه حجوجه ولا ما حجوجاش. يلا بينا. طبعا اضطريت ان انا استنى ساعه كامله لحد ما النور يجي، يعني ما تعرفوش انا كنت حاسه بايه اول ما النور قطع يا جماعه. كنت عايزه اصور الحلقه في الضلمه، هصور. تعالوا نبدا باول حاجتين، وهما نيفه الحاجه ومشكل المشويات. بسم الله. ده مشكل المشويات، ودي نيفه الحاج، نيفه وصابون. هي حلوه بس حاولي تنسيها، ده لمصلحتك. الاسعار اللي هقولها غير شامله الضريبه. نص مشكل ب 255، ونفة الحاجة ب 245، لسه بنضيف الضريبة بعد كده. دول تقريبا أغلى حاجتين. تعالوا نبدأ بالكفتة كده، وهي طبعا أشهر حاجة بنطلبها في أي محل، وخصوصا بقى عند حجوجة. بسم الله. ده طبعا مشكل ضاني، في صباعين طوال من الكفتة و5 حتت من اللحمة. تمام. الكفتة جودتها متوسطة، تقريبا نفس الجودة بالظبط بتاعت السنة اللي فاتت، يعني ما اتغيرتش قوي. طعمها شوية ضاني، من الكفتات الحلوة، ولكن مش الاوفر حلاوة، يعني في كفتات احلى منها بس اغلى منها. على العموم حجوجة من تجربتي بيه، دوها بس كده بالطحينة، ان هو ايه، سعر لحد ما متوسط او فوق متوسط، وجودة متوسطة، وخدمة اقل من المتوسطة. الطحينة بتاعتهم حلوة. تعالوا ندوق السلطة. سلطة حرشة وفيها بصل. تعالوا ندوق الكباب. الكباب طري والحتة محترمة كده بصراحة، بس ما فيهوش اي دهون نهائي، يعني ما تحسوش ان هو كباب ضاني، تحس ان هو كباب بتلو عادي. فهو ربع كفتة وربع كباب، عجبني بصراحة. طب تعالوا بقى نخش على نيفة الحاجة. نيفة الحاجة حاجة كده شكلها دسمة قوي. انا طلبته المرة دي في البيت عشان الخدمة في المطعم، يعني هو كأنك بالظبط رايح فرح، يعني ما تستناش خدمة، انت رايح فرح، فانت اللي ينزل لك كله وخلاص، يعني ما تقولش بقى انا عايز كذا وعايز كذا، استنى بقى. في ايه يا عم؟ في ايه؟ ما تقول لي ان في اكل بالراحه. انت مش غريب بقى، مش محتاج عزومه. لان بصراحه فعلا العدد هناك كبير جدا، الضغط عليهم رهيب، الناس اللي شغاله مش بروفيشنال قوي، محتاجين عدد اكبر يشتغل. لا حكايه دي النيفه الاصليه، اللي هي لحمه ضاني او لحمه غنم، ملبس جدا وحته طريه قوي ومتحمر. تعالوا بس عشان ذرواتنا ايدينا، انا عايزه ادوق الرز بايدي. تخيلوا بقى الرز بيقولوا عليه ايه؟ رز مسقسق. طب والله حلو. هو رز ابيض ساده خالص، فكرني الاكله دي ماما كانت بتعملها لما نكون دابحين، تعمل لك اللحمه كده شاربه ميتها ومحمره مشوحه في نفسها، ورز ابيض، طعمها حلو قوي وبيتي قوي. نيجي بقى الحاجتين. حجوجة كان قاتل نفسه عشان يروج لهم، بصراحه هما حاجتين جداد. حمام بالقشطه، تمام، وده كان اول حد يحط قشطه على الحمام يعني، وبط بالمرتة. حمامه بالقشطه ب 115 غير شامل الضريبه، ونص بطه ب 205. ندوق بقى الحمام اللي بالقشطه ده، نشوف يعني هو في هنا قشطه زياده، بس انا مش عارفه دي بتاعه الرز المعمر ولا ايه، بس هنا انا شايفه فيه قشطه بالفعل. لحد دلوقتي ستيل الحاجات برضو غاليه، يعني فوق سعرها فوق المتوسط. طيب تعالوا بقى ايه نشوف الحمام اللي بالقشطه ده. بسم الله. هو حمام بالرز طبعا، القشطه مش عامله معاه اي واجب الصراحه. عادي يعني، طعم حمام عادي.
ندوق بس لحمه الحمامه من جوه. الحمامه سعرها غالي، حجمها لحد ما من جوه صغير، اللحم فيها مش كتير، لكن بصراحه الرز كتير. يعني هي كحمامه تشبع، ولكن تشبع من الرز. الرز اللي جواها حلو مش معجن، في تحس فيه بطعم القرفه جامد، بس خلطته لذيذه. فالقشطه ما فرقتش مع الحمامه. تعالوا نشوف المرته هتفرق مع البطه. طيب هو انا شايفه فيه فتافيت مرته من على الوش كده، فناخد ايه، نحاول ناخد حته كده ايه مليانه مرته من هنا. وانا اصلا ما بحبش اكل جلد البطه يعني، فانا كده كده هشيل جلد البطه، فانا مش عارفه المرته هتروح فين حقيقه، بس هحاول ما اشيلوش كله. بسم الله. بصوا البطه حلوه بغض النظر عن وجود مرته من عدمها. البطه حلوه يعني جوسي كده وطريه مستويه كويس، ما فيهاش طعم حاجه مش لطيفه، طعمها جميل قوي. لكن كطعم مرته ممكن انا اقول فيه طعم مثلا حاجه بلدي، حاجه حلوه يعني، حاجه طعمها لذيذ، فيها كده ايه عصاره شويه سمنه. عجبتني البطه اكتر من الحمامه الحقيقه. طيب يا عشان جايبين حاجات كتير قوي دافعين النهارده، تعالوا بقى للحاجه اللي عامل لنا عليها حجوجه بروباجندا جامده قوي، وهي الرز المعمر بالقشطه، وده غالبا طاجن السجق. انا كنت عايزه اطلب ملوخيه بس انا مش عارفه نسيت ليه، ولا ما حسبهاش ولا ايه. ده بقى طاجن جديد اسمه طاجن سجق بالبصل. طاجن ايه؟ طاجن السجق الجديد ده بالبطاطس. الله، طب حلو، بالبطاطس هيبقى احلى. طاجن رز معمر ب80، سجق حجوجه ب115. تعالوا بقى ندوق الرز المعمر اللي يعني ايه قتل بحثا. بسم الله. طبعا القشطه ساحت والرز شربها، بس الرز طعمه لذيذ. هو رز معمر فلاحي يعني تيبيكال، اللي هو ايه ملح ولبن وسمنه بلدي وقشطه وشكرا، بس طعمه كطعم لذيذ. بس هو لازم له حاجه جنبه، يعني هو لازم يبقى يعني جنب الاكل. اللبن فيه مظبوط، الملح فيه مظبوط، طعم القشطه مديله غناوه، يبقى حاجه تبلع او تشبع جنب الاكل. انا ما بحبش الافوره. ليه الافوره الجامده؟ يا خبر ابيض، عمري ما دقت حاجه في الجنب. هو حلو بس يعني ايه، بلاش افوره يا جماعه. تعالوا بقى ندوق طاجن السجق. انا كان نفسي طول عمري اجيب السجق الملفوف ده. بصوا ايه كل ده. بسم الله. السجق تتبيله حلوه واضحه قويه، فيها طعم التوابل، طعم الفلفل، طعم الثوم. بطاطس بقى اللي تحت، بطاطس بيتي قوي، بس تحس انك كانت عايزه تستوي شويه زياده. مقطعينها رفيع، واخده بصل، طماطم، شويه شبت، واخده زيت او سمن كتير. هي توليفه لذيذه مع السجق يعني، مش وحشه صراحه. اكل لحد دلوقتي يعني ما لقيتش فيه حاجه وحشه، ما لقيتش فيه حاجه اطلع فيها عيب جسيم يعني. لا الاكل حلو. نخش على اخر حاجتين. نيجي لاخر حاجتين وهما كبده بالليه الضاني ورقاق بالبط المخلي اللي هو اسمه رقاق حجوجه، وده بيبقى معاه قشطه. مش عارفه هو بيبقى معاه قشطه ولا هم حاطين القشطه دي زياده. هم على العموم محاسبيني عليها ب30 جنيه في الرصيد. شويه القشطه دول ب30 جنيه ليه معرفش. فانا متحمسه قوي ادوق البط المخلي ده. بسم الله. لا باللحمه احلى بكتير، باللحمه احلى بكتير. ليه؟ ده تحس ان هو البط لما اتخلى واتعجن كده مع البصل والبهارات والحاجات دي، طعمه بقى كانه بايت، كانه بط بايت. ف نساير البط حتى تحس انها غمقت شويه، طعمها مش احسن حاجه، مش زي البط الفريش اللي بتاخد النسيره من قلب البطايه. فحاسه ان هو سندوتش بط بايت، ماما ايه سخنتهولي وعملتهولي من التلاجة. فده اكتر حاجه ما عجبتنيش النهارده، دي اول حاجه ما تعجبنيش النهارده. طب تعالوا نشوف بقى كبده
حجوجة او الكبدة باللية، هل هي كبدة ضاني ولا هي اصلا كبدة باللية بس الضاني؟ دي طبعا لازم لها عيش، ما ينفعش ادوقها من غير عيش. بسم الله. شكل السمنة او اللية فيها كتير جدا، كبدة متقطعة كبير قوي، سقسق كده. يا لهوي دي كبدة ضاني، دي للناس اللي بتحب الضاني صرف، طعمها ضاني قوي. فانا اعتقد ان الكبدة نفسها ضاني، مش الطعم اللي مديهولها اللية بس. طعمها لذيذ وحجمها كبير. طبق الكبدة ده ب140 جنيه والرقاق ده ب135. اخر طبقين هم اكتر طبقين ما عجبونيش، بس كل الباقي بصراحة يعني حلو او فوق المتوسط. بالنسبة للاسعار بقت اسعار برضو فوق المتوسط شوية، ما بقتش متوسطة زي زمان، لكن الى حد ما محافظ على الجودة او المستوى بتاعه. كل حاجة قيمتها مقابل سعرها، فحجوجة قيمته مقابل سعره حلو. بس كده، عجبكم الفيديو بقى تعملوا لي لايك وشير. اشوفكم الحلقة الجاية، متنسوش تقولوا رايكم في التعليقات. باي باي.